تعالى وبركاته. يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم من قناة شبكة السلام الإعلامية في هذا اللقاء لبرنامج فصل أهل الذكر. في بداية لقائنا هذا نستضيف فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. حياكم الله فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك بالمشاهدين. مع تجدد برامجنا أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، لقاء اليوم ونحن نعيش أشهر الحج، والحج فريضة الله، والحج مما شرعه الله كركن من أركان الإسلام العظيمة. وربنا عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذا الموسم العظيم وهذا الموسم الكبير الذي حقيقة تجتمع فيه العبادات الدينية، العبادات البدنية والمادية، في موسم الحج من الأسرار والحكم، في موسم الحج من الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية. يطيب لنا في بداية حديثنا عن الحج أن نعرف نسك الحج، ما هو المقصود بالنسك، وكذلك نتعرف فضيلة الشيخ على يعني تعريف من البداية لمعنى الحج والعمرة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت، يعني هذه الأشهر هي أشهر الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. تعتبر هي الأشهر التي فرض الله تبارك وتعالى فيها هذه الفريضة. وفرائض الله تبارك وتعالى ترتبط عموما بمواقيتها الزمانية ومواقيتها كذلك المكانية. كل الشعائر تقريبا، سواء كان شعيرة الصلاة أو شعيرة الزكاة أو شعيرة الحج والصوم، كلها ترتبط بمواقيت. فعندنا الآن فيما يتعلق بهذه الفريضة اللي هي موضوع الحج، هو أولا الركن الخامس في الإسلام، ومن أواخر الأركان التي فرضها الله تبارك وتعالى. وكما تفضلت ترتبط مكانيا بالأشهر التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وترتبط كذلك مكانيا بأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شعيرة الحج إلا في مكان معين، وهو الأرض المحرمة اللي هي مكة وما حولها. هذه مكانيا تقريبا ترتبط بها هذه الشعيرة. فلا يستطيع الإنسان مثلا أن يؤدي شعيرة الحج في بلاده، بينما يمكن أن يؤدي الصلاة في بلاده ويؤدي الزكاة في بلاده ويؤدي الصوم في بلاده، لكنه لا يستطيع أن يؤدي شعيرة الحج إلا في بقعة معينة، وترتبط تقريبا بالأرض الحرام. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا، الله تبارك وتعالى لما فرض هذه الشعيرة وتسينا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وأوجبها الله عز وجل في الكتاب، ثم أوجبها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس. فعلى كلنا الحج يعتبر واحدة من أركان الإسلام الخمس. وفي نفس الوقت يتميز، يعني مما يتميز به أو تتميز به شعيرة الحج أن الأركان عموما فيها جوانب مالية كشعيرة الزكاة، وفيها جوانب مدنية، مالية محضة زكاة، بدنية بحضة الصلاة والصوم، بدنية ومالية اللي هي تجمع ما بين الأمرين، هي تقريبا شعيرة الحج. يمين. أيضا من خصائص الحج أنه يعني من أعظم الصفات التي يتسم بها موسم الحج أنه موسم للمساواة بشكل عام. الخلق كلهم من حيث الزي، من حيث الشكل، من حيث الملبس. فأنت مثلا في الصلاة تستطيع أن يدخل كل بزيه، كل يدخل بزيه، ويمكن أن يكون أحدهم عالي في الزي واحد آخر طبيعي. لكن سبحان الله في موضوع الحج يعني يرتبط بصورة معينة وبنمطية معينة. فموضوع الحج على كل يحتاج إلى كثير من التفصيل فيما يتعلق بأحكامه. أما فيما يتعلق بموضوع النسك أو المنسك، الله تبارك وتعالى ذكر كلمة النسك أو المنسك في آيتين تقريبا في سورة الحج. لكل جعلنا منكم منسكا هم ناسكوه.
فلا ينازعنك في الأمر. وكذلك أيضا آية أخرى. فاختلف على كلنا العلماء حول ما المراد بالنسك. يعني نحن الآن نسمع كلمة النسك ونسمع كلمة المناسك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فما المراد بالمنسك؟ اختلف على كل العلماء باعتبار السياقات التي ترد فيها الكلمة. يعني أحيانا ترد الكلمة في سياق الشرائع، مثل قول الله تبارك وتعالى: أرنا مناسكنا، كأنما يريدون أن يعرفوا المواقع التي يتعبدون الله فيها، سواء كانت مواقع مكانية أو كانت أفعال وأقوال تفعل في موضوع الحج. نعم. وأحيانا تشير كلمة المنسك إلى الذبائح، وهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في يوم يعني بعد ما يؤوب المسلمون أو يعودون من عرفة، فإن يوم النحر هو من أعظم أيام الله تبارك وتعالى، وسماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر هذا اليوم فيه ذبائح، وكان المشركون يحتجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضوع الذبائح هذه، فكانوا يخوضون على كل نقاش طويل في موضوع الحج، في موضوع المناسك، وكانوا يثيرون قضية أنكم والله تحرمون أن تأكلوا مما ذبحه الله أو مما قتله الله أو مات بقدر الله الميتة، وبينما أنتم تأكلون ما تذبحون. كانوا يحتجون. فالله تبارك وتعالى أيضا يعني بين لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن موضوع الذبائح وأن يكون في هذه الفترة على وجه التحديد هي حالة موجودة لكثير من الشرائع من قبلك، وجعل الله تبارك وتعالى لكل أمة من الأمم نوع من أنواع الذبائح يتم التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فتقريبا هذه أقوال كلها، لكن خلينا نقول بأنه المناسك بشكل عام هي سواء كانت عبرت عن المذابح أو سواء كان عبرت عن الشرائع أو عبرت عن المواقع التي يكون فيها النسك مكانيا أو عبرت عن الأزمنة التي كلها تدور في ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده في مرحلة معينة وفي زمان معين وبأفعال معينة. هذه كلها يصدق فيها موضوع النسك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا الحج لا شك يعني كما يعني أشرتم يعني عبادة عظيمة فيها حقيقة العديد من يعني الفوائد التي يجنيها المسلم، وينبغي أن يحرص إلى حضورها. علكم تتحفون بشيء من حقيقة من ما يناله يعني العبد عندما يعني يحقق مقصود الله سبحانه وتعالى لأداء الحج وكذلك العمرة؟ طبعا بالنسبة للحج من أعظم ما يمكن أن يحققه الإنسان، أو خلينا نقول أول موضوع الحج كلفظة. نعم. حجة هي قصد، فالحج هو القصد، ولكنه ليس مطلق القصد. يعني نعم. نحن الآن القصد قد يقصد الإنسان هجرة، وقد يقصد مالا، وقد يقصد زيارة، لكن هو قصد مخصوص، كما أن الصلاة أيضا دعاء مخصوص أو حركات مخصوصة، والصلاة نماء مخصوص كذلك. نعم. والصوم أيضا امتناع مخصوص، فكذلك الحج هو أيضا نوع من القصد المقصود به الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة وأحكام معينة وتشريعات معينة في زمان معين. جميل. وفي مكان أيضا معين. فهذا هو الحج، وبالتالي هو قصد إلى بيت الله الحرام، قصد إلى بيت الله الحرام. وهذا القصد بلا شك ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، سواء في قوله الحج أشهر معلومات، أو ذكره الله تبارك وتعالى كذلك في سورة آل عمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله. يعني فذكر الله تبارك وتعالى موضوع الحج في كتابه كشعير من الشعائر، وسمى الله تبارك وتعالى سورة كاملة بهذا الاسم اللي هي سورة الحج. أما من حيث المقاصد العامة الناظر حقيقة إلى كل الشعائر الحاصلة في موضوع الحج، أهم ما يمكن أن يخرج به هو موضوع التسليم لله تبارك وتعالى. يعني أعظم شيء هو التسليم لله عز وجل. يعني الالتزام بالمواقيت لما تتأملها هو تسليم لله عز وجل فيما أمر به من المواقيت الزمانية. لما يقول لك والله أريد منك الشيء الفلاني في الزمان الفلاني، هذا ليس أمامك إلا التسليم. مثل أن يقول لك صلي في الوقت الفلاني وصوم في الوقت الفلاني.
لما تنظر إلى المواقيت المكانية، يقول لك والله عندما تأتي تلبس الإحرام تلبسه من مكان معين، ليس أمامك إلا أن تقول بعقلك لا تستطيع أن تصل إلى العلة أو السبب الذي جعل، لكن الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تفهمه أن هذا مراد الله وعلي أن أنفذ ما أمرني الله تبارك وتعالى به. النقطة الثالثة أيضا لما تنظر إلى الأركان، يعني مثلا اللي هو موضوع الإحرام، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، كلها عندما تتأملها، وموضوع الحجر الأسود وموضوع السعي، هذه كلها عندما تتأمل هذا الموضوع لا تجد أمامك إلا أن الله تبارك وتعالى يريد منك منطق التسليم الخالص لله سبحانه وتعالى. دي أولا من أهم المقاصد التي لا بد أن يلتفت إليها الإنسان وهو يقدم على الحج. النقطة الثانية مع التسليم لله تبارك وتعالى أيضا الحج في كل أحكامه يدور على مقصد مهم جدا، وهو مقصد تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. فموضوع التوحيد من أوله إلى آخره تلاحظ بأن التوحيد حاضر، بدءا من قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية تقريبا فيها موضوع التوحيد. عندما تدخل بعد ذلك في الطواف في موضوع التوحيد، عندما يكون السعي بين الصف في موضوع التوحيد، عندما تقف بعرفات أعظم ذكر لله تبارك وتعالى هو لا إله إلا الله، أعظم ما قاله النبي وقاله النبيون من قبله. فإذا موضوع التوحيد كذلك حاضر في إيه؟ في هذا المقصد العظيم. أيضا من مقاصد الحج تلاحظ بأن من مقاصده الكبرى فيه مقصد الاتباع لأنبياء الله تبارك وتعالى، فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع إبراهيم عليه السلام واتباع الأنبياء الذين سبقوا. فأنت في هذا الحج إنما تسلك مسالك الذين سبقوك، ففيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحقق من خلال الأفعال والأقوال التي تؤديها في الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فأنت في كل ما تفعل إنما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المقاصد الكبرى فيما يتعلق بموضوع الحج أنك مقصد وحدة الأمة. يا سلام. فالأمة بكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل أطيافها تقف في عرفات مثلا كلها بلون واحد وبثياب واحدة وبذكر واحد وبأداء شعائر معينة، ومن كل المواقع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن يأتي الناس من كل حدب وصوب ليؤدوا هذه الشعيرة، وتتحقق مع شعيرة الحج مقصد توحيد هذه الأمة. وبالتالي هنا طبعا هذا المقصد العظيم مقصد توحيد الأمة، إذا كنا نتوحد في الشعائر ونتوحد في العبادات فيفترض أن يكون هنالك سؤال، وهو كيف يمكن أن يحصل أيضا توحيد لهذه الأمة في سياساتها، توحيد لهذه الأمة في هويتها، توحيد لهذه الأمة في انتمائها، توحيد لهذه الأمة في ولائها، توحيد لهذه الأمة في الاستفادة من خيراتها ومواردها. ففكرة توحيد الأمة يجب أن تنعكس أيضا بصورة أكبر من خلال هذا الجانب اللي هو موضوع الحج الذي تكلمنا عنه. أيضا يبدو في موضوع الحج اللي هو فكرة المساواة التي ذكرتها، وقد تجلت هذه المساواة بشكل كبير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسم الحج، وكان رديفه أسامة بن زيد. نعم. وكانت العرب تعجب في أنه كيف لما يسألون من هذا فيقال هذا أسامة بن زيد. وزيد معروف عندهم بأنه كان ابن بالتبني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينظرون إليه بمنطقهم في ذلك الوقت بأنه من الموالي أو أنه من العبيد أو كذا. فأن يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد كانت فيها دلالات عظيمة جدا. ولذلك يقال هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر سنة حصل فيها عتق للأرقاء. كثير من الناس بس من مشاهدة أسامة بن زيد رديف للنبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد الناس من ذلك في هذا المفهوم العظيم اللي مفهوم الوسواء. أيضا أختم بمسألة مهمة جدا في أن الحج يذكرنا كذلك بأعظم خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين فيها المحرمات الكبرى. تدرون ما هذا اليوم؟ قالوا الله ورسوله. قال يعني هو يوم عرفة، وهو إن الله تبارك وتعالى إن الزمان استدار كيوم خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نسميه اليوم بمنظومة الحقوق، اللي هو رعاية الأنفس ورعاية الأموال ورعاية الأعراض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلغاء الربا الذي كان سائدا في ذلك الوقت، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنظومة الاقتصادية الإسلامية، وقال كل ربا موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف في الحج يذكرنا بكثير من المشاهد التي فعلا يجب أن يقف عندها الناس يعني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا الحج كما تفضلتم وما فيه من هذه يعني الفوائد وهذه حقيقة الخيرات العظيمة، ماذا للمسلم فضيلة الشيخ أن يعد لهذه العبادة؟ وبعض الناس يعني قد يكون في عافية وفي ربما مال ولا يلتفت للتعجيل يعني المبادرة للحج. أهل العلم تحدثوا عن المبادرة للحج، وكيف يعني الإنسان يعني يجب عليه أن يبادر وهو في ما شاء الله فيه، وكيف يستعد كذلك من كان مثلا بعيدا ماليا، وماذا هي المطلوب للإعداد كذلك في أمور الراحلة، أمور أيضا المؤونة. هذه القضايا لعل أن تلفت إليها المشاهدين الكرام. جزاكم الله خيرا. الله يجزيك الخير. على كل بعيدا عن جدل هل يجب الحج على الفور أم على التراخي، هذا طبعا خلاف فقهي وأصولي معروف، لكن في كل الأحوال نجد أن الشريعة تتجه بالناس في الأعمال الصالحة إلى المبادرة بالأعمال نعم، والمسابقة إليها والمنافسة فيها، وخاصة عندما يستحضر الإنسان بأنه والله لا يدري متى يموت. فأنت مثلا بمجرد أن امتلكت المال وامتلكت القدرة وكانت الوسيلة متيسرة وكان التقديم للحج سهل، فإن هذه فرصة قد لا تعوض بالنسبة للإنسان، وبالتالي لا بد أن يخاطب بالمسارعة. جميل. وننسى الجدل حول أنه والله هل هو واجب على الفور أو واجب على التراخي. هذه مسألة يعني قد تنفع لمن أدرك أن عمره سيكون طويلا، ولا أحد منا اليوم يدرك أنه والله كم سيعيش في هذه الدنيا. كم من أناس يقولون بأنه نحن والله أحياء وتجدهم انتقلوا إلى الدار الآخرة. فلا بد من موضوع الاستعداد المبكر والتعجيل إذا تيسر الإنسان. وكذلك الحرص على أن الإنسان سبحان الله يعني الحرص على أن يكون ماله طيبا. في هذه من الأشياء المهمة جدا، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا ما كان من المال طيبا. وأنت الآن تريد أن تؤدي شعيرة الحج وهي ركن من أركان الإسلام في العمر مرة واحدة لا يسقط إلا بذلك، فأنت لا بد هذا الجانب لا تدخل عليه الحرام بأي شكل من الأشكال حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى مقبولا. ولذلك هذا الفهم وهذا الأمر أنا في تقديري يعني مهم جدا. وسبحان الله يعني بالأمس القريب عرضت علي حادثة وكان فيها نوع من الفتوى. تعجبت، واحدة من الأخوات سبحان الله توفيت، فلما دخلوا على يعني توفيت أمها قبلها وتوفيت مباشرة هي بعدها، فلما دخلوا على غرفتها وجدوا سبحان الله مبالغ من المال، وكاتبة في كل واحدة ورقة هذا المبلغ لحج أمي، هذا المبلغ لحجي. لاحظ. فهذا طبعا مما يفرح الإنسان حقيقة. يعني هي الآن صحيح انتقلت إلى الدار الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ويغفر لها ويرحمها، لكن في نفس الوقت يبين لك أنه كيف أن المسلمين في كل مكان يحرصون على يعني هو طبعا في بلدهم هؤلاء مثلا عندهم نظام القرعة فأنت تجمع أموالك. وفي بعض البلدان طبعا زي ماليزيا مثلا تنظم الدولة نفسها تنظم الحج. فأنت مثلا عندك أنت موظف، من اللحظة التي تم فيها توظيفك يقتطع شيء للحج سنويا، فتأتيك الفرصة في لحظة معينة يقول لك أنت خلاص اكتمل مبلغك للحج وهذه السنة أنت ستكون من الحجاج. فلما يكون طبعا اهتمام بهذا الشكل هذا شيء ما شاء الله يعني، لكن في ظل غياب الاهتمام بتاعت الدولة أو لا يجد الناس مثلا هذا النوع من الاهتمام، ففي تقديري لابد أن يهتم الإنسان بنفسه وأن يستحضر أن والله لا يدري متى يموت ولا يعرف متى ستكون الآجال، فبالتالي المبادرة والمسارعة هذا ما نقول به إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني الحج في واقعنا مجتمعنا له يعني حقيقة مكانة وفيه حفاوة
وفيه استعداد. نذكر ونحن صغار يعني يعدون أنواع من الطعام وحتى اللحم يعني يجففونه، وكذا الجدات في ذلك الزمن. يعني هذا يدل على إيه هذه الروح. وكذلك الحاج عندما يعود فيعني حبذا لو يعني أطلعتمونا على يعني تقديس وتعظيم هذه الشعيرة في نفوس حقيقة المسلمين في إريتريا. وهل لا تزال هذه الروح باقية، والإمكانات أيضا التي يعني ربما تقصر سواء نظامية أو غيرها عن أداء هذه الشعيرة في الوطن العزيز؟ هو تاريخيا كما تفضلت، يعني تاريخيا أدركنا نحن هذه الفترة التي كان الناس سبحان الله يتجهزون، وخصوصا طبعا أهل المقدرة وأهل اليسر وأصحاب الأموال، يبيع الواحد مثلا ما تيسر له من بهيمة الأنعام، ثم يتجهز إما اتجاه السودان وإما يذهب إلى اتجاه أثيوبيا. كانت تلك الفترة نعم ما عند الواحد إلا هاتين الوسيلتين، إما يدخل إلى السودان ويأخذ عن طريق الأمم المتحدة جواز الUN ويذهب. وكما تفضلت سبحان الله تجد اللحوم المجففة والكسرة المجففة، يعني كل أشياءهم تجدها فعلا مجهزة بشكل عجيب جدا. ويودع الإنسان سبحان الله وداع وكأنما لا يعود، يعني يودعونه، لأن الحج في النهاية مظنة أن الإنسان قد يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فكان هنالك اهتمام بلا شك، اهتمام كبير جدا، والمسلمين مرتبطين ارتباط كبير. وفيها طبعا بمجرد أن الإنسان يذهب إلى بيت الله الحرام فإن الوصف اللازم له بعد ذلك وصف الحاج. لا يمكن بعد أن يحج أن تقول له فلان من غير ما تقول له الحاج فلان لقب. نعم. فكانت على كل من الأشياء المهمة. لكن للأسف الشديد، ويمكن أنا أتيحت لي فرصة في بحث ذكرت قبل كده، في بحث كان أعد حول الحجاج في العالم، فكنا نعد بحث حول الحجاج في إريتريا. نعم. من الغرائب التي لاحظناها سبحان الله حجم التراجع السنوي، حجم التراجع السنوي للحجاج في إريتريا. وآمل أن هذا الكلام يعني يصل إلى السلطة وإلى الجهات المعنية حتى يتعرفوا على أنه والله حجم المشكلة التي يواجهها الشعب الإريتري. مثلا وجدنا مفترض أنه كلما تقدم يزيد الناس، لأن السكان قاعد يزيدوا. مفترض السكان 30 سنة أقل شيء مفروض يكون في زيادة بنسبة معينة. نعم. وكل العالم هكذا، كل العالم مثلا كل مليون فيها ألف. نعم. فإريتريا يفترض مثلا لو افترضنا أنه فيها 3 مليون 4 مليون، المهم أقل شيء يفترض لا يقل العدد عن 3000 4000 شخص. طيب وجدنا أن السنوات الأولى بدأ العدد ب6000. العدد بدأ بكم؟ 6000. نعم. ثم لاحظنا تراجع إلى أن وصل في فترة إعدادنا للتقرير أو البحث هذا نعم. كان وقتها 400 شخص. العام الماضي كنت أعمل في مقالة أيضا أبحث فيها عن موضوع الحج في إريتريا وكذا، فإذا العام الماضي العدد ما يتجاوز 602 أو 603 تقريبا. فكنت أقول ما هذا، يعني معقول من 6000 تتراجع الحالة إلى هذا ولما وقفنا على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة فإننا نلاحظ بأن السلطات تجعل من الحج وكأنما يعني وسيلة لتعذيب الناس وليس لتسهيل التعبد لله سبحانه وتعالى. فتشترط في الأعمار وتشترط في الأموال وتشترط في القيود السفرية، تشترط أشياء كثيرة جدا، بحيث الذين يذهبون إلى الحج لو نظرت إليه من الحجاج مثلا لا تكاد تجد أول شباب، وكأنما الحج والله لم يفرض أصلا على الشباب ولم يفرض على حتى أصحاب اللي هو متوسط الأعمار 40 35 إلى لا تجد ما 50 فما فوق، بل أحيانا 60 فما فوق. فيبدو السياسات التي ينتهجها النظام في موضوع الحج سياسات قاتلة، سياسات مضيقة، سياسات لا تساعد بأي شكل من الأشكال على أن يؤدي المسلمون هذه الشعيرة وهم في راحة بقدر ما يؤدونها فعلا في عنت ومشقة. سبحان الله. نعم. الحقيقة فضيلة الشيخ الحديث يعني حول يعني الحج حديث متشعب. يعني هنالك طبعا يعني مشاعر وهنالك يعني أماكن وهناك يعني ما يشد الحاج، يعني الكعبة ورؤيتها والحجر الأسود ما جاء فيه، وزمزم وتاريخها، والسعي أيضا بين الصفا والمروة. يعني يظل الحاج وهو يقدم ويؤدي هذه الشعائر متعلقا بما يعني كان فيه بدايات هذه المناسك، فيما يربط بها يعني تدين الإنسان وبالقصص التي
حقيقة تظل مشدود إليها ليفعلها، وقد فعلها يعني من قبله أنبياء وصالحون. كيف تنوهون على هذا الجانب لما يمكن أن نشوق به السامعين والمشاهدين؟ جزاكم الله خير. وبلا شك يعني سبحان الله، كلما اقتربت الأيام، كلما اقتربت العشر الأول من ذي الحجة، كلما كانت النفوس تشرئب إلى هذا البيت العظيم. يا سلام. ومن أفضال الله تبارك وتعالى على الناس يعني حتى الذين حرموا والذين لا يرون تقريبا هذه المواقع وهذه المناسك لعدم قدرتهم، لكن اليوم تقريبا بما ينقل لهم من مشاهد تلفزيونية يرون الناس تقريبا لحظة بلحظة كل هذه المشاهد، وهذا من فضل الله على الناس. نعم. وربما سبحان الله في السابق سبحان الله هذا الحنين إلى هذه الأرض هو حنين يبدو مرتبط بالوجدان الإيماني. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الانشداد إلى بيت الله تبارك وتعالى، وهذه الدعوة التي أطلقها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. نعم. تجد سبحان الله يعني المشاعر الإيمانية منجذبة بطبيعة الحال إلى هذا المكان. نعم. ولذلك كثير من الذين ما كانت تتاح لهم أحيانا الفرص ويذهب الناس من بلدانهم إلى الحج تجدهم سبحان الله يتدفقون شعرا: يا راحلين إلى منى بغيابي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، بنت سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أرقني وصوت الحادي، إلى أن يقول ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. فكانت واضح سبحان الله هذا الوجدان العميق، هذا التعلق ببيت الله تبارك وتعالى، هذا التعلق بالمناسك، الوقوف على الطواف ببيت الله، الوقوف على الآيات المباركات الموجودة مثلا في مقام إبراهيم، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم زمزم، ثم الذهاب بعد ذلك إلى الصفا والمروة والذكريات المتعلقة به في قضية إسماعيل ومن هاجر. ثم تذهب بعد ذلك سبحان الله إلى عرفة. يا سلام. وطبعا في بعض المرويات يعني بعد أن قال وأرنا مناسكنا، يقال بأن جبريل نزل على إبراهيم عليه السلام وأخذه إلى المناسك واحدة بعد أخرى حتى وقف به على عرفات، فقال له أعرفت مناسكك أو هل عرفت المناسك؟ هذه من المرويات. فالشاهد هنا سبحان الله كل ذلك يرتبط بذكريات كبيرة جدا بأبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا بأن نتبع ملته وأن نكون من ورائه، لأن البشرية كما يقال بأنها مرت بآباء ثلاثة: أبونا آدم عليه السلام أبو الفطرة ورائد البشرية في اتجاه الفطرة، وإبراهيم عليه السلام ورائد البشرية في اتجاه الحنيفية، والحنيفية هي محاولة الاستقامة والميل. البشرية بعد أن مالت فإذا بها تستقيم في الفترة الإبراهيمية. ثم تأتي الأب الثالث للبشرية وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن تاريخ البشرية بالنسبة لنا هو تاريخ الأنبياء وتاريخ الرسالات. فكان أحد المشايخ يقول لنا بأن آدم عليه السلام يعبر عن الإسلام في فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وإبراهيم يعبر عن مسمى الإيمان وعزة الإيمان وكرامته، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن الإحسان في تجلياته المختلفة. فكل ذلك عندما تنظر إلى بيت الله تبارك وتعالى وإلى هذه المناسك وتقف عندها، تقف في منى وتقف في مزدلفة وتقف في عرفات وتعود مرة أخرى إلى منى وتأخذ الأيام والمبيت، ويكون هنالك حركة دائبة ما بين منى وما بين وفي الجمرات، كل ذلك بطبيعة الحال يترك في ذاكرة الإنسان انشداد إيماني نحو هذا المكان ونحو هذه البقعة المباركة. وفي كل ذلك سبحان الله يعني طبعا بعض الذين ما آتاهم الله سبحانه وتعالى عمق الفقه في دين الله عز وجل يتصورون بأن هذه شكل من أشكال الوثنية، لأنه يرى نفسه يتعامل مع أحجار ويتعامل مع أمكنة، ولكن الله تبارك وتعالى قد يتعبدك بالزمان وقد يتعبدك بالمكان وقد يتعبدك بأشياء كثيرة جدا بالأحوال والأشياء. فبالنسبة لنا شعيرة الحج هي شعيرة الاستسلام لله تبارك وتعالى من خلال تواجدنا في هذه المواقع. وبعد ذلك سبحان الله تأتي قضية الأفضال، وهو أن الحج من أفضالها أولا أنه ركن من أركان هذا الدين، ومن أفضاله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عن أي الأعمال أفضل كان يذكر دائما من بينها الحج. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع العودة من الحج كان دائما يربطها بقضية النقاء التام
يا سلام. يعود الإنسان من الحج فرجة. وكأن كيوم ولدته أمه، يعني من حيث الذنوب والآثام يعني يبدأ كما يقولون صفحة جديدة. فهذه كلها طبعا من الأشياء التي لا بد من الإنسان أن يلتفت إليها وهو يقبل ويقدم على شعيرة الحج. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة الحديث يعني يشدنا أكثر وأكثر نحو التأملات حقيقة في هذا الحج، وكيف أنه يعني ينقلنا إلى عالم الآخرة. الحبذا من إطلالة لهذا الأمر، والناس فيه قد كما أشرتم يعني سواسية لا تمايز، والأمة يعني كأنها في المحشر يعني تجتمع. يعني هذا حقيقة منظر عالمي، منظر يعني عالمي في عام يتكرر على المسلمين. ماذا أستفيد منه أنا إن حضرته أو كنت أيضا يعني أتابعه عن بعد فضيلة الشيخ؟ طبعا أولا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني المسلمين جميعا، يعني في اللحظة التي يقف فيها الناس على عرفة ما حرم الله تبارك وتعالى بقية المسلمين من أن يشاركوا بشكل من أشكال التعبد، وهو أن يصوم الإنسان يوم عرفة. طبعا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا اليوم فيه طبعا أيضا غفران للذنوب لسنة يعني سابقة. نعم. فأنت سبحان الله وأنت تتابع هذا المشهد العظيم، نعم، الذي يذكرك كما تفضلت، يذكرك بالآخرة. الناس كلهم صحيح ليسوا عراة، لكنهم كلهم على شكل واحد في زيهم. يعني الفرق هناك سيكون الناس كلهم عراة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها تعجبت كيف قال الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر أعظم من ذلك. يعني لا أحد يومها سبحان الله يتمكن من أن يلتفت إلى الآخر، كل يقول نفسي نفسي. فهذا الموقف المهيب، هذا الموقف الذي يقف فيه الناس في مكان واحد، فيه فعلا نقلة مباشرة إلى وقفة المحشر، يقف الناس كلهم على أرض واحدة. فالمعاني هنا حاضرة، معنى الآخرة، معنى الوقوف، هنالك وقفة وهنا وقفة. هنا الناس متساوية وهناك الناس متساوية. هناك التجلي وهنا التجلي. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يتنزل إلى ملائكته ويقول ويباهي الملائكة بهؤلاء الناس، هؤلاء العباد الذين جاءوا من كل حدب وصوب يذكرون الله ويلهجون بذكره، فالله عز وجل يغفر لهم. هذا التجلي العظيم أيضا يذكرنا سبحان الله بذاك اليوم العظيم. فموضوع الآخرة من أعظم المقاصد أو من أعظم الأشياء التي فيها دلالات هذا المعنى، دلالات يعني مثل الانفضاض مثلا من عرفة إلى مزدلفة، يذكرك كذلك بالانفضاض إلى من أرض المحشر إلى موضوع الحساب والجزاء، وهكذا. فالمسألة فيها أوجه شبه كثيرة جدا، وينبغي الناس سبحان الله أن يحافظوا على هذه المعاني. يعني أحيانا مثل هذه المعاني تقتل ببعض الإجراءات التي ربما أحيانا المؤسسات الحكومية والرسمية قد تقتل هذا الجانب في الناس، مثلا من خلال الرسميات، من خلال التحركات التي تكون للرؤساء والمسؤولين تضعف هذا الجانب. ولكن كلما كانت طبيعية ومتروكة كلما كان ذلك أدعى لأن يتعظ الناس ويتعرفون على حقيقة هذا اليوم العظيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا السرد وهذا الكلام اللي حقيقة يجعلنا يعني حقيقة نشتاق لهذه الأيام الطيبة المباركة. فضيلة الشيخ قد يأتي يعني الموضوع ما يعني يكون في الحج من شيء من التعب وشيء من ربما يعني هذا الذي يبذل في طاعة الله كيف ننظر إليه؟ يعني بعض الناس قد يحجم لما يعني قد يتوهم أنه يعني هذه رحلة فيها من المشقة ومن كذا ومن كذا. فماذا نقول لهؤلاء؟ هذه الرحلة الطيبة المباركة وإن تضمنت شيء من المجهود البدني، لكن أين يعني يحسب هذا المجهود؟ بارك الله فيكم. ولا ننسى أن الحج سبحان الله هو جهاد النساء. سبحان الله. بالنسبة للنساء في جهاد، عليكن بجهاد، هو جهاد. وبالتالي لا ننسى أن هذا الأمر إذا كان هو جهاد للنساء فهو تدريب للرجال. أيوة. أن الجهاد المطلوب من الرجال هو أعظم من الحج. لكن من استصعب الحج
واستصعب المناسك ورأى بأن والله هذا شيء لا يطاق، فإنه لن تجده مقبلا على الجهاد في سبيل الله. هذه طبعا قضية معروفة. لكن الذي يتحمل التعب ويتحمل الإنفاق المالي ويتحمل المشقة ويحتسب كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويهيئ نفسه بأن والله إذا كان الحج بهذا الشكل فكيف سيكون الذين يجاهدون في سبيل الله. هذه المعاني كلها يجب أن تكون حاضرة معنا كما تفضلت في موضوع الحج على وجه التحديد، لأنه إذا اعتبرناه جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فعلى الرجال أن يعتبروا بأن هذا جهاد النساء، ولكن تدريب وتأهيل واستعداد بالنسبة للرجال، لأن الحج يجمع كما ذكرنا أمرين مطلوبان في الجهاد. الجانب المالي مطلوب في الجهاد، والجانب البدني مطلوب في الجهاد. يا سلام. فأنت هنا صحيح الحج لا قتال فيه، ده الفارق، لكن فيه جانب التعب، فيه المشقة، فيه السفر، فيه مفارقة الأحباب، فيه مفارقة الديار، كل هذا موجود فهنالك أوجه شبه ما بين الحج والجهاد، إلا أن الحج لا قتال فيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة الحديث يعني حلقة نستطيع أن نقول مقاصدية، تبين يعني كان المقاصد لهذه العبادة العظيمة، وتشد الأشواق إن شاء الله يعني هذا الحج، بأن نستعد له، بأن تطيب نفسنا للقدوم إليه، بأن إن شاء الله نستعد للأيام الفاضلة فيما هو في الحج، وفي من هو كذلك يعني أيضا يعني يتطلع إلى العشر ويعني وليالي العشر. أو أشرتم إلى هذه القضية في الشيخ لعل نختم بها، يعني في من حقيقة يفعل فيها من إن شاء الله. موضوع العشر يعني هي من أفضل أيام الله. نعم. والعلماء طبعا عندهم العشر في رمضان ليلية، والعشر كذلك في ذو الحجة هي عشر نهارية، أو هذه أيام وتلك ليالي. نعم. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه العشر من أفضل الأيام. نعم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، لما في هذا الحج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فقالوا عندما يتم التعامل مع المقاصد الشرعية فإن أعظم مقصود لذاته ذكر الله. نعم. الجهاد ليس مقصود لذاته، يعني الله عز وجل الجهاد يريده لإيه؟ لإعلاء كلمته. نعم جميل. مش كده؟ ولإعلاء دينه ولإعلاء رايته ولتمكين هذا الدين وإقامته، والمقصود في النهاية هو ذكر الله. ففي العشر هذه سبحان الله أعظم ما يتقرب بها أن يكون الإنسان ذاكر لله تبارك وتعالى. الذكر في هذه الأيام، ولكن أيضا يجمع فيها الإنسان في هذه العشر ما شاء من الأعمال. فيمكن أن يكون فيها صائما، ويمكن أن يكون فيها ذاكرا، ويمكن أن يكون فيها تاليا لكتاب الله ويدخل معنا في الذكر وهو أعظم أنواع الذكر. ويمكن للإنسان أن يكون متصدقا مخرجا لزكاته أو بعض زكاته كذلك في هذه العشر، بحيث يستطيع أن يستفيد من هذه العشر المذكورة. فعلى كل لا بد من الالتفات إلى هذه العشر باعتبارها هبة من الله سبحانه وتعالى، وأيام تتفاضل فيها الأعمال. نعم. كما الله تبارك وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهنا المفاضلة في الأزمان، فاضل الله تبارك وتعالى بحيث والله جعل العشر الأواخر فيها درة خلاصة رمضان اللي هي ليلة القدر، وجعل كذلك درة الحج في العشر هذه. في هذه العشر طبعا سبحان الله تجتمع أشياء كثيرة جدا، تجتمع الصلاة ويجتمع الصيام ويجتمع الزكاة، ويمكن أن تجتمع الحج ومناسك الحج بشكل كبير. فيها أعظم يوم اللي هو يوم عرفة. نعم. موجود في العشرة، لا تستطيع عرفة بالذات أن تكون خارج العشر. فيها يوم النحر وهي من أعظم أيام الله تبارك وتعالى. كل ذلك بطبيعة الحال من الأشياء التي لا بد من أن نلتفت إليها وننتبه إليها إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان ما تفضلتم به من الحديث الطيب الشيق حول يعني الحج وبعد من أحكامه وأسراره العظيمة. سوف يكون لنا إن شاء الله تعالى مواصلة في بعض الأحكام التفصيلية التي تتعلق يعني بالحج والعمرة خلال الحلقات القادمة، وكذلك ما يكون لغير الحاج من مثل مواسم العشر ذي الحجة التي إن شاء الله تعالى نسأل الله
وإياكم أن يبلغنا إياها ونوفق فيها لما يحبه ويرضى من الطاعات. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.